بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهاردة بإذنك يا رب هيكون البكاكين الفلاحي أو الكماجي الفلاحي. بس قبل ما نخش على الفيديو ما تنسوش تحطوا لي اللايك ولو انتي لسه جديدة في القناة ما تنسيش تشتركي لي وتفعلي لي زر الجرس. هنقوله بقى مع بعض المقادير. انا هنا هشتغل على 2 كيلو دقيق. 2 كيلو دقيق هياخدوا حوالي كيلو حليب دافي. عايزة تخليهم نصهم حليب ونصهم مية مفيش اي مشكلة. عليهم معلقتين كبار سكر، عليهم معلقتين صغيرين ملح. حطيت دلوقتي كوباية سمنة. كوباية سمنة هو المقدار كله من المادة الدهنية هتبقى كوباية ونص. ساعة الكوباية 200 جرام. كده انا حطيت اول كوباية سمنة. دوبت كل الخليط اللي معايا اللي هو الحليب مع السمنة مع السكر مع الملح مع الخميرة. نزلت عليهم ب2 كيلو دقيق. بصوا يا بنات، انا بحب احط هنا في البكاكين معلقه بودر، بس انا للاسف ما كانش عندي. انتي ما تنسيش ما تحطي معلقه بودر صغيره، بتخلي العجينه كده ايه، هشه وخفيفه ومفرغه وجميله. تمام يا حبايبي. هنبداوا هنا بقى نعجنه زي ما احنا متعودين مع بعض. هتعجني كده ايه على ايديكي كده لغايه لما دي يتشرب السوائل اللي معاكي كده. تعجني عجين كويس. لو عندك عجانه اشتغلي فيها، ما عندكيش عجينه على ايديكي حوالي 10 دقايق العجينه هتنعم وهتبقى جميله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تسرحوش وانزلوا حطوا لي اللايك يا حبايبي. بصوا انا هنا بنزل بكميه السوائل واحده واحده. ما تنزليش بكميه السوائل مره واحده، عشان افرضي فيه دقيق بيقبل سوائل، ده قلتها مليون مره، ودقيق ما بيقبلش. فلما بتنزلي بكميه السوائل انت كده ايه، بتدي العجينه كده ايه عرق كده. بالذات القرص والبكاكين والحاجات الفلاحي بتحب تبقى لها كده ايه، بتربي لها عرق كده عشان الحاجه تبقى طالعه طريه وجميله. بصوا بقى هنعجنهم. هتلتي وتعجني لغايه لما العجينه بتاعتك تبقى ناعمه وجميله. لو عايزه تحطي للبكاكين دي شويه سمسم محمصين هتديها طعم ايه جميل، وهتديها السمسم بيبقى عاطي العجين طعم جميل. بصوا بقى انا هنا تنيت نعجن لغايه لما العجينه ما شاء الله ما شاء الله بدات تنعم اهي. بعمل ايه، ببلي ايدي بشويه ميه والت واعجن. بصوا عجينه البكاكين ما بتبقاش عجينه طريه، بتبقى عجينه يابسه او ماسكه. عشان لو طريتيها هيبقى هتضطري ان انت تحطي رشه دقيق، والبكاكين ما بتحبش الدقيق عشان ما تبقاش مجيره. تمام يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده انا يا دوبك ببلي ايدي بله خفيفه وبلت واعجن. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. الطريقه دي ناجحه جدا، مقادير مظبوطه جدا، بتاخدي نتيجه للبكاكين تحفه تحفه تحفه. احلى كتير كتير من اللي انت بتجيبيها من الافران، بجد بجد بجد. هنا بقى انا بحب اختم العجينه بتاعتي او الم العجينه بتاعتي بنص كوبايه زيت في النهايه خالص. يبقى مقدار الماده السائله بتاعتي كوبايه ونص. كوبايه ونص من الزيت. حطيت في الاول كوبايه سمنه وختمت العجينه او لميت العجينه بتاعتي بنص كوبايه زيت. هتبداي بقى ايه تلم. بصي ما تخافيش، العجينه في الاول هتبدا تقطع منك. مع تكرار العجن فيها واللي انت بتلمها زي ما انت شايفه كده هترجع تلم وهتنعم وهتبقى زي الفل. دلوقتي بصوا، طبعا احنا متفقين ان العجينه على الرخامه بيبقى صعب، فمعلش يعني ايه سامحوني. انا بقفل معاكم وبنزل على الارض بايه، بعجنها عجن كويس. بصوا بسم الله ما شاء الله اتعجنت كويس. هنا بقى البكاكين ما بتتسابش، انا ما بسيبهاش تخمر. انا ما بخمرش البكاكين، انا بشتغل على طول فيها. اول ما بخلص ايه عجن فيها. تمام يا حبايبي. هي بتخمر بعد انتي ما بتقطعيها وتحطيها على القماش. هتبداي بقى ايه تقطعيها او تكوريها كور على حسب اللي انتي عايزاه. عايزاها كبيره عايزاها صغيره براحتك. تمام. اهم حاجه ان انت تنعمي وش الايه، البكونه بتاعتك عشان تبقى وشها ايه حلو كده وتقب منك في قلب الفرن. بصوا من الحجم ده كان مناسب جدا وجميل. لا، عايزه انت تكبري براحتك، عايزه تصغري برضو براحتك. عايزين يا بنات ندعو كتير 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 لأهل غزة، ربنا ينصرهم نصرا يتعجب له أهل السماوات والأرض. يا رب يا رب نصرك بيهم، ربنا ينصرهم يا رب يا رب ويقف جنبيهم يا رب. اللهم امين. ونصلي على رسولنا الكريم كتير اليومين دول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
كل اللي يتفرج على الفيديو يا بنات ما ينساش يدعي لغزة ويصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هكور بقى كل الكمية اللي معايا وهرجع معاكم اوريكم ازاي انا ببططها. العجينة بتاعت البكاكين انا ما بطريهاش، انا بحب اخلي العجينة يابسة زي ما انتوا شايفين كده. طب كمية هي خدت مني ال2 كيلو دي، خدوا مني كيلو الحليب اللي كان معايا. انا كان معايا كيلو حليب، هو خدت معايا كيلو الحليب. عايزة تخلي نصهم زي ما قلت لكم مية ولبن مفيش اي مشكلة. عايزة تحطي برضو اللي هو الحليب المجفف برضو براحتك. كل ده ايه يعني الحاجات الاضافات دي بتاعتك انتي. هنا بقى بسم الله ما شاء الله كنت قطعت كل العجين اللي معايا، غطيته بكيس زي ما انتوا شايفين كده علشان وشه ما ينشفش منك، ورحت مغطياه بقماشه قديمه عندي. هتبداي بقى بصوا بقى العجينه ما شاء الله، خدت اول كوره انا قطعتها العجينه ارتاحت بصوا بتتفرد معايا بسهوله بسهوله. لو كنتي بقى طريتي العجين زي ما قلت لكم كنت هتحتاجي ان انت تفردي العجين بتاعك على دقيق، هتلاقي البكاكين بتاعتك وشها مجير منك. فانا ما بحبش افرد البكاكين بتاعتي على دقيق. بصوا زي ما انتوا شايفين ده السمك اللي انا عايزاه. هسيبها بقى انا هنا بقى فرده حته قماشه بحط عليها البكاكين، هوريكي دلوقتي انا عامله ازاي. بصوا العجينه طريه وجميله، بصوا مرتاحه وجميله وبتتفرد مني بسهوله. بصوا طول ما هي بتبقى العجينه مرتاحه ومعجونه كويس بتديكي نتيجه كويسه. بصوا بتاخدي السريع مره بالطول ومره بالعرض، وما تحاوليش ان انت ترققيها بزياده عشان ممكن تنشف منك وما تقبش منك في الفرن. خلي سمكها زي ما انت شايفه كده عشان حتى لما تقب يبقى يعني تبقى علوها من فوق زي من تحت، ما تبقاش الطبقه اللي من فوق يعني خفيفه ومن تحت ايه تقيله. بصوا انا هنا بقى بسم الله ما شاء الله من كتر ما هي العجينه ممتازه وناجحه فردتها بايدي زي ما انتوا شايفين كده، وحجم البكونه او حجم القرصه مناسب جدا. اهم حاجه ان انت تغطي الحاجه بتاعتك بكيس وحته علشان ما تنشفش منك. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه، جربوها يا بنات والله ما هتندموا. وال2 كيلو دي انا ما حطيتش فيهم عليهم غير كيس خميره دريم بس، ما تزوديش خميره فيها. هتحطي كيس خميره وهتحطي معلقه صغيره بودر هتنفشها لك وهتخليها لك جميله. هنا بقى انا استغنيت عن السريع بتاعي خالص لان بسم الله ما شاء الله العجينه مش محتاجه مني ان انا بفردها بايدي بمنتهى السهوله. بصوا بتتفرد معايا في منتهى السهوله مرتاحه وجميله. بصوا حاجه كده تحفه تحفه تحفه. بصوا بقى هنا انا هنا كنت فارده قماشه زي ما انتوا شايفين اهو وفارده عليها البكاكين بتاعتي. هنا بقى بخمرها بعد ما اخلص الكميه بتاعتي بقعدها حوالي من نص ساعه لساعه، وباجي مشغله الفرن بتاعي ومسخناه وحاطه صينيه تسخن زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ساعه ما الصينيه بصوا سخنه ازاي، اول ما البكاكين نزلت في الصينيه السخنه بدات تعلى وتقب ازاي بتبقى جميله. في ناس بتخبزها على الصاجه على طول مفيش مشكله، بس انا ما يعني انا بحب اخبزها في الصينيه مش عارفه ليه، بحس ان هي انضف. بس براحتك لو بتحبي تخبزيها على الصاجه على طول براحتك. البكاكين بقى بتحب النار العاليه عشان تقب منك وما تنشفش. بصوا الشعلتين من الجنب عاليين زي ما انتوا شايفين ومن تحت برضو وسط. بصوا على طول ايديكي فيها وتقلبي فيها عشان كله ياخد لون موحد. بصوا بسم الله ما شاء الله الله اكبر كلها كانت قبه زي ما انتوا شايفين كده، كانت حاجه بجد بجد تحفه. ما فيش الله اكبر بكونه كانت طالعه صفطانه كلها كانت قبه طريه وطعمها حكايه حكايه حكايه. بصوا كل شويه بقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده عشان تاخد اللون الاحمر الجميل اللي احنا بنحبوه في التوقيت ده. لو عايزه تدهني تجيبي فرشه وحبه زيت وتدهني بيهم البكونه وتدخليهم تاني الفرن هتبقى تحفه. بصوا القعر بتاعها تحفه. بصوا بقى انا هنا كنت خلصت الكميه بتاعتي. بصوا بسم الله ما شاء الله قبه وجميله وطريه وحاجه كده بجد تحفه. تحشيها لولادك كفته، تحشيها لولادك برجر، تاكليها بصي كده يعني تحطيها لولادك معاهم في السندوتشات حاجه كده تحفه. بصوا البكونه بتاعتي مفرغه ازاي
تحفة تحفة، مش مكتومة وهشة وجميلة، طرية وجميلة جميلة جميلة. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي ما تنسينيش في اللايك والشير، وتشتركوا لي في القناة، وتصلوا على النبي كده، وتكتبوا لي تعليق حلو. ومع السلامة في فيديو جديد بمشيئة الرحمن. مع السلامة.